اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. إلى كل امرأة جميلة اعتزت بنفسها واختارت لنفسها الكرامة وعزة النفس، واختارت ان هي تعيش بدون قيود، بدون تهزيء، بدون ضرب، بدون إهانة. ورسالتي النهاردة للامرأة المطلقة: انتي انجوتي بنفسك وبأولادك، وما تفتكريش ان الطلاق نهاية الدنيا ابدا. والله ده ممكن يبقى بداية جديدة ليكي ولحياتك القادمة. ناس كتير بتتطلق وبتفقد الامل وبتقول انا خلاص حياتي انتهت بعد الطلاق. لا ابدا، دي ممكن تكون الجوازة التانية ليكي جبر خاطر من الله سبحانه وتعالى وانت ما تعلميش. ربنا ابدا ما بيعملش حاجة وحشة في حد، ومادام انت اخترتي الطلاق واكيد اخترتيه بعد محاولات كتير جدا، فاعلمي ان ده نصيبك. ما تزعليش ابدا ولا تيأسي ابدا. كل امرأة مطلقة اكيد بتحاول، واكيد شافت حاجات محدش يتوقعها. الله اعلم البيوت بيبقى فيها ايه، بس ديت محاولة ليكي مرة تانية، بس بشرط المرة دي تختاري الزوج الصح، تختاري الراجل السند ليكي، تختاري الراجل يتفاهم معاكي، تختاري الراجل اللي دايما يكون بيدعمك وبيحبك. كل واحدة مطلقة بتبقى عندها خلاص عقدة، بتبقى شايفة ان انا خلاص اتطلقت وجالي عقدة من الرجالة. مش شرط ابدا، ممكن يكون الراجل دوت ربنا بعتهولك طوق نجاة ليكي يقويكي على الحياة الجاية اللي انتي محتاجاها. ما تخافيش وتوكلي على الله، ودايما تصلي استخارة وتستخيري ربنا في الزوج اللي هيجيلك او في الزوج اللي انتي اخترتيه. اكيد الطلاق لما حصل اكيد كان الاختيار الاولاني غير موفق، الزوج غير مناسب، انتي فكر وهو فكر، اكيد حاجات كتير جدا ما كنوش متوافقين فيها. وكنت صغيرة اكيد، لكن طبعا نضجتي وكبرتي وبقى عندك اطفال، فمش هتسمحي ابدا غير بالاختيار الصح، الاختيار الموفق ليكي. هيكون بقى طبعا يعني بطريقة افضل وبتروي، وما تستعجليش. فكري وركزي كويس قوي بالزوج التاني، لاني اعملي حسابك ان ده هيبقى زوج العمر. ما تيأسيش ابدا. انا عارفة ان الزواج طبعا الاولاني بيسيب فيكي اثر، ونفسيتك بتبقى تعبانة جدا، وبتبقي مش عايزة تشوفي ولا راجل قدامك. تأني وخدي وقتك تعافي كويس جدا جدا من الزوج الاولاني، وتأكدي ان ربنا ان شاء الله هيكبر بخاطرك. وتأكدي ان مدام سبتي جوزك الاولاني واتطلقتي اكيد ده الاختيار الصح، واكيد دي تدابير ربنا ليكي. ما تزعليش، وحاولي بقدر الامكان تعيشي حياتك متعافية. كتير جدا من الستات ما بتقدرش تتخطى بعد كده انا اتطلقت مش هينفع اتجوز تاني، وتعيش شايفة نفسها ان هي منبوذة عشان ان هي متطلقة. ابدا والله، ده انت عملتي خطوة غيرك مش عارف يعملها، عملتي خطوة قوية جدا لنفسك وانقذتي نفسك واولادك. لو العيشة كانت استحالت. طبعا مش بدي الطلاق ولا بدي الحق لأي حد يتطلق كده وخلاص، أنا بتكلم في الناس اللي العيشة خلاص استحالت معاهم ومش هينفعوا يعيشوا مع بعض تاني. فانت كده أنقذتي نفسك من الحياة اللي انت كنت عايشاها، فانت كده ست قوية جدا وصاحبة قرار.
وصاحبة كلمة وعارفة مصلحتك فين. بس دي مش نهاية العالم، هنختار صح تاني مرة لو احنا اخطأنا في اختيارنا الاولاني. ركزي وتوكلي على الله. ودي رسالة لكل ست جميلة مطلقة، ما تزعليش ابدا من اللقب ده، لان ربنا حطك في الموقف ده علشان هو عايز يعوضك خير. واتمنى تكون الرسالة وصلت لكل اصحابي وحبايبي. باي باي، استودعتكم في رعاية الله وامنه في فيديو جديد ان شاء الله.